مسلسل لام شمسية أنا لا أنصح حد إن هو يتفرج عليه تماما، حتى لو هو بيدينا وعي. حتى لو هو بيدينا وعي. طب ليه؟ لأن إحنا مع الدراما بنكون جاهزين للخوف أكتر ما بنكون جاهزين للوعي. يعني النوعية دي من المسلسلات هتخلينا تقريبا نفقد كل الثقة في كل الدوائر القريبة اللي حوالينا. نلاقي الأخ بقى بيخاف من أخوه، والأخت بقت بتخاف من أخوها، والراجل مش عايز يدخل حد بيته، والست بقت بتخاف من أقرب الناس ليها. وكل ده إحنا فاكرين إن إحنا بنحمي بيه أولادنا، فنيجي نصلح حاجة نلاقي نفسنا بنبوظ قدامها 100 حاجة. النوعية دي من الدراما بتكون في الأساس عايزة نسبة مشاهدات عالية، وده حقهم، دي الصناعة بتاعتهم، ولكن مش بيكون الهدف الأساسي منها هو بث الوعي في دماغك وفي دماغي. لكن لو احنا عايزين وعي، عندنا 1000 طريقة ممكن ان احنا نوعي بيها نفسنا. ناهيك بقى عن لو في اطفال بيتفرجوا على مسلسل بالشكل ده. انا مش محتاج اقول لك كمية الفوبيا اللي انت بتزرعها في قلب ابنك، لكن في برامج متخصصة، وبرامج هنا مش قصدي بيها برامج تلفزيونية، لكن قصدي بيها برامج نفسية سلوكية تدريبية. انصح حضراتكم ان انتوا تلجأوا ليها بدل ما نلجأ لدراما. خلي حياتنا دراما اكتر ما هي دراما. سلام.